بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح العمل وتقبل من الصيام والقيام. ننتقل وإياكم أيها الأخوة الكرام في الحديث الباكر المشوق عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى الخليفة الراشد، الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لنتعرف على جملة من الفضائل، جملة من الخصال الكريمة، من الطباع الجميلة التي يجمعه الله تعالى في شخص مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هو عثمان بن عفان ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا الإنسان المؤمن ليوصل درجة أن الملائكة تستحي منه. أي فضائل يعني حباه الله تعالى بها. هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. إذا عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يلتقي معه بن أمية، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. إذا جد عثمان هو عبد شمس، وعبد شمس هو أخوه هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. إذا هاشم هو عبد شمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي وعثمان أموي كما معاوية غيره. دولة بني أمية نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد الله، فإذا فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه أروى بنت الخريز كذلك جدها عبد شمس. كان في الجاهلية من أفضل الناس، كان من أفضل الناس قبل الإسلام. كان على الوجاه ثريا متواضعا شديد الحياء، معروف بالحياء. لم يسجد في الجاهلية لصنم. يعني شوف سبحان الله، رغم أن الجاهلية وما كانش الإسلام، ولكن كان بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم نباهة، أعطاهم يعني نفوس يعني نقية، استطاعوا بفضلها أن يميزوا بين الخير والشر، بين ما هو إثم وما هو غير إثم، بين ما هو باطل وما هو حق. مثل الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم في الجاهلية، ولم يشرب خمرا، ولم يقترف فاحشة أبدا. الجاهلية كان فيها الزنا والخمر والفواحش، هو لم يفعل ذلك، وكأنه كان مسلما حتى في الجاهلية يفعل. ولم يسجد لصنم، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يظلم أحدا، لم يظلم أحدا في حياته. تزوج، طبعا حدث أن عتبة بن أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده بنت عتبة، زوجه بابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية. إذا تزوج عتبة بن أبي لهب طبعا في الجاهلية قبل الإسلام، تزوج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت عمه. فلما تزوج هذا عثمان بن عفان حزن، لأنه كان يرغب في ذلك، فحزن أنه سبقه يعني من أبي لهب إليها، فحزن وركبه همه ودخل البيت فوجد خالته سعدة بنت كريز. شاف الخالة تاعها، شافها مهموم، كانت خالته امرأة عاقلة، امرأة حازمة، كانت كبيرة في السن. فقالت له: ما بك؟ قال لها كذا وكذا. قالت له: لا تحزن. قالت لها: إنه هذا الزمان، قالت لها: سوف يبعث نبي. قالت لها: سوف يبعث نبي يعني يهدم كل يعني أمور الجاهلية، فإذا ظهر فيعني اتبعه، سالك في اتباعه.
طبعا كانت هذه الفترة. بعد ذلك هذا الحديث انتقل إلى أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق هو الذي كان سبب دخول عثمان بن عفان إلى الإسلام، لأن من أول من آمن هو أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر كان يدعو الناس كل ما يعرفه من أصحابه وإخوانه وأصدقائه كان يلتمس من العقل أو الرشاد، فكان يتوجه إليه بالدعوة إلى الإسلام، ومن هؤلاء عثمان. فالتقى بعثمان فحكى له ما أخبرته عمته، فقال له أبشر، قال لقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالإسلام والتوحيد، قال دلني على مكانه، فذهب به، وكان معه عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص، كلهم أسلموا في البداية، كلهم مبشرون بالجنة. فذهب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام بين يديه. ثم إن بعد ذلك، بعد أن ظهر الإسلام، وطبعا نعرف أن أبو لهب كان عدوا للنبي وللإسلام، حتى نزلت فيه سورة أبي لهب، تبت يد أبو لهب وتب عمه. فلما كان يعادي أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تذكارة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل أبو لهب وامرأته أم جميل؟ أم جميل هذه زوجة أبو لهب، لا ذكر امرأته حمالة الحطب. أم جميل بتسخط أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان. أم جميل كانت هي التي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لابنهم عتبة اللي كان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طلقت ابنة محمد، يعني كما قلنا نكاية فيه وإداية للرسول صلى الله عليه وسلم على طلق ابنة محمد محتاجة، فطلقها عتبة، طلق رقية. فلما طلقها فرح عثمان بن عفان، فسارع في النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها منه وتزوجها، يعني رضي الله عنه. فتزوج إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تزوج رقية وبعد ذلك ماتت، فتزوجها أختها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت عنده، وقال صلى الله عليه وسلم هذا ثالثة تزوجتك. لهذا سمي ذو النورين، قيل أنه سمي ذو النورين لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات على رسول الله زوج. يعني هذا لم يحدث في التاريخ أن رجلا تزوج ببنتي نبي، هذه كاع ما صارت في التاريخ، أن رجلا يتزوج ببنتي نبي أبدا. تزوج عثمان بن عفان برقية وكلثوم. إذا قلنا فتزوج عثمان بن عفان رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلم وزادتها إليه أمها خديجة بنت خويلد بن أبوه. جهاده طبعا هاجر سيدنا عثمان بن عفان عام أول من هاجر إلى الحبشة، هاجر هو وامرأته يعني رقية إلى الحبشة، وهاجر المرة الأولى والمرة الثانية. جهاده شهد عثمان بن عفان كل المعارك والمشاهد التي وقعت بين المسلمين والكفار إلا غزوة بدر. غزوة بدر ما يقدرش فيها، لم يحضر في غزوة بدر. لماذا؟ لأنه في ذلك السنة الثانية في رمضان، السنة الثانية للهجرة. علاش؟ لأن رقية كانت مريضة، زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، مريضة مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن له أن يبقى يمرضها، ما كانش عندها اللي يقابلها، فهو زوجها يقابلها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج جاء في غزوة بدر وبنتها قاعدة تموت. هذا نبي خير خلق الله، أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. فتركه مع زوجته. طبعا ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. لما رجع رسول الله وجد ابنته قد توفي، ووجد عثمان حزين فوساد وتألم وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة ابنته رقية، فزوجه بعدها اختها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها فسميت مريم، وقال لو كانت عندي ثالثة تزوجت، لأن الآخر كذلك مات. طبعا جهاده معلوم، وتضحيته وبذله في سبيل الله بجهاده وبماله لا ينكر أحد. كان هو من المبشرين بالجنة والسابقين كان من الذين بذلوا في سبيل الله تعالى. نحن الآن نذهب بالإسلام بفضل جهاد هؤلاء الذين نذكرهم الآن. ففي يوم الأسرة، هذا يوم تبوك، غزوة تبوك، يوم الأسرة آخر قبل توفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. جاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استحث الناس على البر، لأن كانت الغزوة ماشي ضد قريش ولا هوازن ولا قريش، لا ضد الروم، ضد الروم، يعني إمبراطورية تاع الروم. النبي صلى الله عليه وسلم غادي يوجه جيش ضد الروم، تخيلوا. والدولة الإسلامية مازال ما بدلهاش حتى في المسلمين من التأسيس، زي ما تأسسش عندها في المسلمين من التأسيس. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه جيش ليؤدب الروم حتى على المسلمين وعلى حرمة المسلمين. هناك في تخوم الشام، حدود تاع الشام، جيت أردن وغيره. فطبعا هذه معركة صعبة، كان في وقت الصيف، وكان الثمار بعد كي وجدت، يعني الثمار التمر يعني الغلة تاع العام كامل، كان هذا وقت الجني تاعها، والناس كانت يعني محتاجة، كانت الناس فقيرة وما كانش يعني المال كثير إلى غير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج مال كثير، لأن غزوة كبيرة مسافة بعيدة تحتاج إلى مال كثير. الحرب تستنزف الأموال معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أن يبذلوا كل ما يستطيعون. فجاء عمر بن الخطاب مع فرصة استطاعوا أبو بكر الصديق السلطة هذه المرة، فجاء بنصف ماله سيدنا عمر بن الخطاب، وهو يظن أنه سوف يسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله وأعطاه النبي. قال يا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لي هذه؟ قال تركت له النصف. فجاء أبو بكر الصديق فأعطى ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لي هذه؟ قال تركت له الله ورسوله. فعمر بن الخطاب قال علمت الآن أني لا أسبقه أبدا، وعمر يسوع. وجاء آخرون، طلحة بمال كثير، الزبير بن عوام بمال كثير، الصحابة كان جاب حفلة اعتمر، ناس فقراء مساكين، واحد بين الدين هو يخدم، هو يخدم يطلع الماء يسكن الأجرة، هذا جاب يعني يجمع صاعين من تمر، صاع مدة النبي صلى الله عليه وسلم وصاع مدة الولاده. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء ب 1000 دينار ذهب، وقيل 10,000، جاء ثروة كبيرة 10,000.
حاجة كبيرة ضخمة 10,000 دينار ذهب و10,000 قطعة خيل شعر. وكان بعض عثمان كان غنيا، كان تاجر على مصنع الرزق. الأمية كلهم كانوا هكذا. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، نظر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في دراهم ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أبدا. قال: ما ضر عثمان، يعني عثمان الآن من هذه الأخبار لا يضر أبدا، يعني يعمل باشا يدير بيته لا يضره بعد هذا الفعل وهذا الإنفاق العظيم الذي أشرقه. وفوق ذلك قال ذلك قام بتجهيز الجيش كله، جهز كاع الجيش. هذا الجيش هذا مش عشان في آلاف، جهز الجيش كله، لم يترك حاجة حتى عقاب، حتى الحبل تاع الجمل يعني وجدان من ماله كله. قال الإمام الزهري رحمه الله: قدم عثمان لجيش البصرة، لجيش غزوة تبوك 940 بعير، 940 جمل، هذه من عنده يجهز بها الجيش، و60 فرس، 60 من الخيل، يعني يكمل بها 1000، 940 ناقة، 60 ناقة تكمل 1000. فهو خرج وذهب إلى الغزوة ورجع، النبي صلى الله عليه وسلم رجع قال: لم يسترد منها بعيرا ولا خطاما، يعني ما نعاودش استرجع من هذا الجيش لا بعير ولا حبل واحد، كله تركه لله سبيل. هذا عثمان بن عفان، هذه واحدة من أعمال الإدارة، وهي يدير الخير. هذه بعض الأمور اللي ذكرت. ثم رجعوا قلت لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبي الماء الصالح لا مستعار. كذلك كانت واحدة البئر اسمها بئر روما، كان فيها الماء أبدا، وكان الناس يحتاجون إليه، وكانت اليهودي أظن، وكان اليهودي كان يبيع المال للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما؟ اشتراها عثمان بن عفان المالي، اشتراها بمال كثير وجعلها صدقة في سبيل الله للمسلمين. وقس على ذلك أشياء كثيرة من الأمور التي أعمال الخيرية التي كان يساهم فيها. وكان سيدنا عثمان أيضا كما قال الرواه كان يعتق كل جمعة يعتق عبدا، كل جمعة يعتق عبدا، يشتري عبد ويعتقه. طبعا العبد يسوى في ذاك الوقت، خاصة إذا كان ذا حلف أو كان حاضر، فكان يسوى أموال قليلة جدا، فيشتريه ويعتقه لوجه الله ويعطيه حريته لوجه الله تعالى يتقرب، لأن عتق الرقاب كان من الأعمال التي تدخل الجنة. قال: وعتق رقاب، كما جاء في تكفير الصيام وعتق الرقاب، وفي كذلك القتل الخطأ في عتق الرقاب وعند الحلف. فالإسلام حث على عتق الرقاب حتى يقضي على ظاهرة الاستعباد والاستقرار، حاربها ولكن بهذه الطريقة تشجيع الناس على هذا الفعل، هذا وهو عتق هذه الرقاب. كان سيدنا عثمان بن عفان يعني يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، خير القرآن يقرأه في ركعة واحدة. كان يصليها في صلاة الوتر يقرأ فيها القرآن كاملا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا جاء في أحاديث صحيحة، وكان هذا دائما. قال الإمام النووي رحمه الله: فمن الذين كانوا يختمون الختمة في اليوم والليلة كان من بين عثمان بن عفان، كان رصيقا في القرآن. عثمان بن عفان تميم بن دوس الداري صحابي جليل، سعيد بن جبير رضي الله عنه قتله الحجاج بن يوسف، مجاهد، إمام مجاهد بن جبر هذا المفسر العظيم، إمام الشافعي وآخرون، هذا كلهم قال كان يعرف عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة واحدة. عثمان بن عفان كان يختمه في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام الله، لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام الله تعالى، وإني لأكره يوما يأتي علي لا أنظر فيه في القرآن رضي الله عنه. ويوم مات، يوم قتل رضي الله عنه، قتل والمصحف بين يديه، هذا قتل وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. وكان يصوم الظهر، كان يصوم الظهر كل يوم يصوم رضي الله عنه. وكان عندما يستيقظ الصباح لا يوقظه خدم، كان الخدم عبيد لكن لا يوقظهم، يضرب وحده ويحمل ما وحده ويتوضا، يقول: إنهم لهم النهار يعملون فيه والليل يستريحون فيه، فما كان يوقظهم.
نشوف الاخلاق الفاضله والكرم العظيم اللي كان يتميز به، والايمان وحب القران اللي كان يتميز به سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الى جانب خصال اخرى كثيره. نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت الغفور الرحيم. كان واحد الاخ تبرع لنا كنا محتاجين الثمن تاع البر والشرطه. هو يعني جا واحد وكتب لنا 10 ملايين المبلغ كامل. يعني 10 ملايين على 40 سنه. نسال الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته. الله يبارك فيه ان شاء الله. ويبارك له في صحته. ويشفيه ان شاء الله. يبارك له في اولاده ويرحم بالوالدين. جعل صدقه للوالدين. الله ينور بها ابراء الوالدين ان شاء الله. الله يكفيك يسمنا ولا الحاجات عندها امراض الله يشفيها المرضى تاعهم الله يشفيهم ان شاء الله. وكل الناس اللي ساهموا قليل وكثير. عندنا خونا الحداد كان يسمع لنا صندوق الزكاه ركبناه الله يبارك فيه ويبارك فيه ويبارك في والديه ويتقبل ان شاء الله منهم ومن جميع اللي انفقوا الكثير لم يجدوا من الماء لم يجدوا من الثمار اللي ساهموا في فضل رمضان. كل اهل الخير واهل البر الله يكافئهم ان شاء الله. ربي يجازيهم جزاء اوفى. واللي ما صابش وغير بالنيه نوع كون عنده يمد ربي سبحانه يعطيه نفس الاجر ان شاء الله. لان الله تعالى يعني يحاسب الناس على نيتهم. الله ينظر الى قلوبهم لا ينظر الى صورهم انما ينظر الى قلوبهم. وانما الاعمال بالنيات. فالله يوفق كل واحد ما يتمنى ان شاء الله. الله يتقبل منا والحمد لله رب العالمين.